الدولار بيولع تاني، هل التعويم قرب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. الدولار النهاردة صحينا لقيناه طلع تاني. السؤال بقى اللي بيدور في دماغ كل واحد، هو احنا رايحين على فين؟ وهنشوف ال50 جنيه قريب، ولا اللي بيحصل ده مجرد كده حركة مؤقتة وهيرجع تاني لل47 جنيه؟ النهارده بقى مش هتكلم معاك في ارقام، النهارده هفكك لك المشهد حته حته، ايه اللي بيحصل وليه ده بيحصل ومين المستفيد، وهل في تعويم جديد فعلا زي الناس ما بتقول، وهل الصندوق النكد هو السبب ولا لا. خليك معايا لان الصورة مش بسيطة زي ما البعض فاكر. عاوز تعرف؟ هقولك، بس علشان اقولك لو اول مرة بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. قهوتك بقى الحلوة وحصلني، بس خلي بالك بعد الفطار. الدولار وصل لكام النهارده؟ بص يا سيدي، في بداية تعاملات الاسبوع الدولار وصل ل 47 جنيه فاصل 77 قرش، يعني حوالي زيادة 15 قرش في نهاية الاسبوع اللي فات ده. المهم مش الرقم، المهم ان دي مش اول زيادة. الخميس اللي فات كان في زيادة برضه مقارنة ببداية الأسبوع، يبقى إحنا قدام اتجاه صاعد مش حركة عشوائية. طب ليه؟ هقول لك ليه. السبب الأول وهو صندوق النكد الدولي، مش زي الناس ما هي فاكرة. هنتكلم بصراحة، يوم 25 من الشهر المجلس التنفيذي لصندوق النكد الدولي يناقش صرف الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض مصر. تاريخيا كل مرة بيقرب موعد المناقشة أو مراجعة مع الصندوق بيحصل تحرك في سعر الصرف، مش بالضرورة ضغط مباشر، لكن في توقعات في السوق بيسبق الحدث. يعني المستثمرين بيقولوا طالما في مراجعة يبقى ممكن يحصل تحريك في السعر، فيبدأ يتحركوا قبل القرار ما يطلع، وده بيخلق طلب أعلى على الدولار، وده اللي احنا شايفينه في التوقيت الحالي. أما عن الأموال الساخنة ودي اللعبة الأخطر، خلينا بقى نفهم نقطة مهمة جدا. في حاجة اسمها الهوت كاش أو الأموال الساخنة، دي استثمارات أجنبية بتيجي تشتري أدوات دين حكومية، سواء بقى أذون خزانة مثلا أو غيرها، وتخرج بالسرعة أول ما تحقق مكاسب. يعني اللي بيحصل في جزء من الأموال دي خرج، وفعلا في بعض المتابعين كتبوا لي بس أنا ما كنتش شايف الرؤية في الأموال الساخنة، لان في اكتر من حدث لارتفاع الدولار. عشان كده المستثمرين عملوا حاجة اسمها جني ارباح، يعني باعوا اللي معاهم وحولوا الفلوس لدولار وخرجوا، ولما الطلب يزيد على الدولار يبقى زي ما انت عارف السعر بيطلع. القصة بقى بسيطة، ليه؟ لان موجود حاجة اسمها عرض وطلب. لما تلاقي البنك المركزي الجديد فيه طروحات جديدة لادوات دين حكومية، ولما يكون في طرح جديد يبقى لازم يكون في عائد مغري، واحيانا تحريك سعر الصرف بيبقى جزء من تحفيز الاستثمار. يعني ببساطة السعر بيتحرك علشان يجذب سيولة أكتر. طيب لما تيجي تنتقل لملف صندوق النكد الدولي، هل في ضغوط منه؟ ناس كتير بتقول إن الصندوق بيضغط علشان يحصل تعويم جديد. خلينا نفصل بين حاجتين، ما بين تعويم كامل ومرونة في سعر الصرف. الصندوق بيطالب بمرونة أكبر، لكن ده مش معناه إن في تعويم مفاجئ زي اللي حصل في مارس 2024، وكل فيديو بنفكر الناس بالنقطة دي، لدرجة الناس فكرت إن اللي احنا بنعيده بنزيده. الوضع الحالي هنا مختلف. الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري اعلن ان هو وصل 52.6 مليار دولار، وده رقم قوي جدا. الرقم ده بيقول ان في غطاء نقدي كويس، يعني مفيش ازمة نقص دولار زي الفترات اللي فاتت. في سعر بيطلع، لكن الاحتياطي وحركة السوق اليومية حاجة تانية خالص. العامل العالمي زي ما انت عارف، التحركات الجيوسياسية، الدولار عالميا واخد دفعة بسبب السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإصراره على الرسوم الجمركية، وده عمل توتر في الأسواق العالمية، والتوتر بيخلي المستثمرين يروحوا للدولار كملاذ آمن مع الذهب. ولما الدولار يقوى عالميا طبيعي جدا يقوى محليا. هل ممكن بقى نشوف ال 45 جنيه؟ خليني اكون معاك واضح وصريح، فكرة ان الدولار بينزل ل 45 جنيه في المدى القريب دي صعبة جدا. ليه؟
لان الطلب لسه موجود والاموال الساخنه لسه بتتحرك، والمراجعه مع الصندوق قريبه، والدولار عالميا قوي. النزول بقى محتاج تدفقات ضخمه ومفاجاه. طيب في سؤال مهم جدا، هل في تعويم جديد؟ الاجابه المختصره وبكل وضوح وشفافيه مستبعد جدا. مفيش مبرر اقتصادي قوي لتعويم شامل دلوقتي. الوضع الحالي بيعتمد على مرونة محسوبة مش صدمة سعرية. اما بقى عن الاستثمارات الخليجية واللي اتكلمنا عليها في اكتر من فيديو، في كلام ان في استثمارات خليجية مستنية سعر اعلى، لكن مفيش دليل رسمي واضح على الكلام ده، ان في رفع متعمد علشان الكلام ده. الأسباب الأقرب للواقع مراجعة صندوق النكد، خروج جزئي للأموال الساخنة، وطرح أدوات دين حكومية جديدة، وعرض وطلب في السوق. أما عن توقعات الفترة اللي جاية، وخليني بقى أرسم معاك السيناريوهات. السيناريو الأقرب دلوقتي وهو الأول، إن في تحرك في نطاق ال 47 48 لحد ما ملف الصندوق ده يخلص ونرتاح من وجع الدماغ ده. أما عن السيناريو الثاني، لو حصل خروج اكبر للاموال الساخنه ممكن نشوف بقى 48 جنيه وانت طالع. اما عن السيناريو الثالث، لو دخلت تدفقات قويه بعد صرف الشريحه ممكن يرجع هنا بقى يهدى ويفضل ما بين حوالين ال 46 47. خليني بقى اروح معاك لفقره اسئله المتابعين. تعالوا مع بعض كده نبص على كم متابع سريع. معانا اول تعليق من استاذ مظهر ابو الفتوح، بيقول لك ايه؟ مفيش اقتصاد بيتحسن والاسعار مرتفعه والديون بتزيد. خروج الاموال بسبب خروج الاموال الساخنه الافه اللي بتدمر وبتحرق اقتصاد اي بلد. صندوق النقد منتظر تحريك سعر الدولار. بص يا استاذ مظهر، هي وجهة نظر وده رأيك، تمام؟ فلو حد متابع شاف التعليق معانا او سمع التعليق معانا يقدر يرد على استاذ مظهر ابو الفتوح، لان انا حبيت اقول رايه، لان هو على طول كتير جدا مهتم بالمحتوى بتاعنا وبيعلق في القناه. محمد عطيه بيقول ايه؟ ارتفاع الدولار بسبب خروج الاموال الساخنه بسبب الاوضاع اللوجستيه، وخرج 2 مليون دولار اموال ساخنه، ده اللي خلى الدولار يرتفع 70 قرش في اليومين دول. بص انا معاك ان في جزء من الاموال الساخنه خرجت، بس 2 مليون دولار متهيألي برضو ده رقم انا ما اعرفش انت جبته او ايه مصدرك في الموضوع ده، فلو عرفت المصدر يا ريت تقول لنا عليه. في استاذ اشرف علي بيقول ايه؟ يجب على مصر الغاء الدولار، كل يوم يطبع منه الملايين والمصريين يشتري ورق مطبوع ليس له قيمه. بصراحة أنا مش فاهم التعليق، لو توضح لنا أكتر في الفيديو ده. في برضه تعليق من أستاذ ياسر بيقول لك ارتفاع الدولار الحالي بسبب خروج المال الساخن وليس له علاقة بصندوق النقد. أنا معاك إن في خروج جزئي من الأموال الساخنة، بس برضه إن في أكتر من عامل أنا قلت لك عليه دلوقتي، إن في عرض وطلب في السوق. في قلت لك دخول شهر رمضان والطلب بيزيد عليه. تصريحات صندوق النكد، اكتر من عامل وليس خروج الاموال الساخنه بس يا استاذ ياسر. وبس كده الخلاصه ليك عزيزي المشاهد، اللي بيحصل دلوقتي مش انهيار ولا تعويم ولا ضغط مفاجئ، هو تحرك طبيعي في حركه السوق او مرونه في السوق بيعكس العرض والطلب. لكن السوق حساس جدا للاخبار، وزي ما قلت لك ان اي تصريح بيهز السوق، وبالذات بقى لما يطلع من صندوق النكد او اي توتر عالمي زي اللي بيحصل دلوقتي ما بين المناوشات الجيوسياسيه الايرانيه الامريكيه، ممكن يحرك السعر بسرعه. في الاقتصاد مفيش حاجه اسمها صدفه، كل حركه وراها سبب، واللي يفهم الاسباب ما يخافش من الارقام. لو عايزني بقى اتابع لك على طول التحليل اول باول، ما تنساش بقى انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري